مساء الخير. النهارده هنقدم بيتي فور العيد. البيتي فور دوت زي ما انتم شايفين جماله كده. بيتي فور ناعم جدا. انا عاملاه في الكبه، ايوه في الكبه، بطريقه سهله جدا، ومش هتحتاجي ان انت تعجني ولا تستخدمي المضرب البيض ولا تتعبي نفسك خالص. هنلتزم بس بالمقادير اللي احنا عاملينها عشان يطلع زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم صدقوني هش جدا وناعم ودايب. نبتدي بقى مع بعض في الوصفه. انا جبت في الكبه 4 كوب زبدة إلا حبة، يعني جبت 4 كوبايات زبدة، شلت منهم حبة من فوق. زبدة بلدي بحرارة المطبخ، عايزة تجيبي زبدة صفر حسب الزبدة اللي انت عايزاها. انا حطيت عليها طبعا ضربتها الاول شوية، هنضربها الاول في الكبة شوية، بس انا وريتها لكم عليها السكر على طول. هحط عليها سكر قد ايه؟ كوباية ونص، وشيلي من النص حبة صغيرة. انا ليه قللت السكر؟ عشان احنا طبعا هنحط عليه من فوق شوكولاتة فارماسيه، هنحط شوكولاتة خام، هنستخدم حاجات كتير. هنضرب الاتنين مع بعض ضرب حلو جدا. عايزه اقول لكم الكبه بامانه طلعته احسن من مضرب البيض في ثانيه. بصوا هتشوفوا لما هوريها لكم. بصوا كريمه خالص، دي الزبده مع السكر، بصوا كريمه ازاي خالص. هضرب فيها لغايه ما تشوفوها نفس الشكل ده. بعدين انا بجيب 3 بيضات وصفار بيضه. صفار البيضه دوت بيساعد على انها يبقى البيتي فور دايب خالص. بحط معلقتين وسط فانيليا او 3 ورقات فانيليا ورشه خفيفه من الخل، ونبتدي نضرب زي ما انتوا شايفين ضرب برضو في الكبه عاديه. ما عندكيش كبه، في مضرب بيض عادي زي ما انتي متعوده. هفضل اضرب فيهم، مش ما فيش يعني ما بيكملش 10 دقايق. بصوا بقت عامله ازاي البيضه عليها، بقت عامله زي الكريمه خالص، كانك هتعملي كيك او تورتايه. بقلبهم برضو حوالين دايل الجناب وارجع اكمل ضرب تاني فيهم، عشان البيض بيدي هيشان جامد للعجينه وتخلي البيتي فور ناعم. بصوا شكلها، بصوا كريم خالص، كانك عامله كريم جانتيه. بعد كده طبق غويط، وبجيب 9 كوبايات دقيق بنخلهم. شايفين الكوبايه دي هي نفسها اللي عيرت بيها الزبده. بجيب ورقه بيكنج باودر كامله، وبعد كده بحط كمان معلقه صغيره ورشه ذره ملح كده اهوت، وابتدي اقلبهم مع بعض عشان يمتزج الخليط مع بعض. يبقى انا بحط البيكنج باودر باكو ربع بالظبط. شفتوا؟ بصوا انا بنزل بامانه كانها كريم جانتيه، وافضل ايه طبعا انا مش بعجن، انا بلم العجينه مش اكتر. وبعد ما بلمها شويه مفيش مشكله انا بقسمها. شوفوا العجينه ناعمه ازاي في ايدي، ده كده يبقى البيتي فور ناجح، مش مشقق ولا الدقيق طارد الزبده، لا حلو جدا. انا بقسم نص العجينه بالظبط كورتين كده، بحط على كوره منهم معلقتين او معلقه ونص حسب ما انت عايزه كاكاو غامق، لا بس انا حطيت معلقتين. وهعادل ان انا حطيت المعلقتين، هحط معلقتين صغننين زبده او سمنه، على اساس ان الكاكاو هيخليه العجينه ناشفه شويه، وافضل المها زي ما انتم شايفين كده. انا ما عندكيش كيس الحلواني، ما عندكيش مكنه البيتي فور، هاتي القمع دوت، وزي ما انتم شايفين بتطلع رسمه منه جميله جدا. لما البيتي فور يكون ناجح ما تلاقيش العجينه مشققه، هتلاقيها ناعمه معاكي. انا عملت الصاج بتاعي، هتشوفوه دلوقتي لما يدخل الفرن. طبعا الصاج بيكون او الصينيه تكون مدهونه زيت، انا بقرب لكم عشان تشوفوها اكتر. هعمل برضو الابيض زيها. بصوا الابيض، بصوا لما استوى لونه جميل ازاي، مفيش تشقيق خالص، كده معناها ان البيتي فور ناجح ودايب. بعد كده هوت انا بقى بحاول احط زي ما انا عايزه. انا حطيت مربى وحطيت جوز الهند على الابيض، اما البني فانا حطيت عليه صوص شوكولاته انا عملته مخصوص، وحطيت عليه شوكولاته فارماسيه. اللي حابب طريقه الصوص يقول لي وانا هكتبه له. يا ريت يكون الوصفه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. هستنى تعليقاتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه او صفحتي اللي على الفيس ديت عشان يصلكم كل جديد. كانت معاكم جيهان عادل، مع السلامه.